السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناتي قناة فاطمة صائم ياسين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين هانيين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحة جيدة ان شاء الله. هنشارك معكم خبيزات كيجيو رائعين، كيجيو خطيرين، كيجيو زوينين بزاف وساهلين التحضير، وباللي موجود في الدار تاكليهم غير بوحدهم كيذوبوا في الفم. واحد القرمشه يا سلام من برا، كيجيو رائعين رائعين. نتمنى يعجبكم الاقتراح ديالي اليوم. وما تنسونيش بلي لايك ديالكم، بارطاج ديالكم، ولي كومونتير الزوينه ديالكم. ونتمنى يعجبكم الاقتراح ديالي اليوم. ونبقاو مع طريقه التحضير السهله والبسيطه جدا. خديت هنا واحد نصف كيلو ديال الدقيق الابيض ونصف كيلو ديال الفهينه. كيف ما ممكن تعوضوا فرينه الدقيق الكامل او الفينو او باتشماس. انا كنديرهم بجوج، كندير رابعه وكندير 500 غرام ديال الدقيق الابيض. عندي هنا واحد معلقه كبيره عامه ديال الزعتر، كاس ياغورت طبيعي، وعندي نصف كاس ديال زيت الزيتون، وهذه السودانيه كيف ما ممكن تعوضوها بالهريسه، واحد معلقه ديال الزبده، وعندي واحد البيضه، وعندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز، وعندي هنا البصله الخضريه جوج معالق مقطعين رقاق، مقطعه رقيقه البصله الخضريه. انا عزلت اصغر بصيله عندي خضريه وقطعتها. قطعتها هي خصك تقطعها تكون رقيقه. وعندي جوج معالق ديال الزيتون الاسود مقطع، والملحه بطبيعه الحال، واحد معلقه صغيره ديال السكر، اي حاجه مالحه كنديرو فيها السكر، واي حاجه حلوه كنديرو فيها واحد الطيطيقه ديال الملحه. هنا خديت باش كنصحو الذوق. هنا خديت الملحه بطبيعه الحال خصها تكون شويه الكيمياء فيها، حيت خبيزات مالحين. خديت الزعتر وعندي فيه الزعتر راه عندي فيه واحد شويه ديال الازير. ضفت الخميره ديال الخبز، وهنا ضفت هاد البيضه هذه هي ضفتها. وغادا نضيف هنا الياغورت الطبيعي، كيف ما ممكن تعوضوه بالحليب، تجمعوها بالحليب او واحد حبه ولا حبتين ديال الجبن، فرماج مثلث. وهنا خديت السودانيه، دائما السودانيه كتبقى على حسب الذوق، كتجي رائعه. انا درت معلقه صغيره. وهنا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون، وغادي نجمع الكل بالماء. هاد كيلو ديال الدقيق هذا انا خدا لي 4 الكيسان ديال الماء. وانتم يبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. انا دابا تعمدت نعبر، انا عمري ما عبرت، كنلحق وكنبقى نعجن. دابا عبرت، خديت كاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث، ولكن راني كنعبر وفي نفس الوقت كنخدم شويه بشويه، ماشي دخلت الماء دفعه واحده، غير شويه بشويه. هنا درت الكاس الاول، درت الكاس الثاني. هنا كنتاكد بان الخميره دابت لي مزيان مع المكونات كاملين. هنا ضفت الكاس الثاني، كنخدم في نفس الوقت انا كنضيف الماء هنا بشويه. دائما عمرنا ما نثيقوا بالدقيق، دائما كنضيفوا الماء شويه بشويه. هنا غادا نبقى نجمع في العجين، كنجمع شويه بشويه شويه بشويه. هنا جاتني القصايه صغيره وعكست نجبد القصايه الكبيره. غادي نجمع العجين ونديرها في العجانه. ديتها في البول، خليتها كتخدم. هنا زيت الكاس الثالث والرابع، خليتها تخدم واحد شويه، خليتها تخدم بيد ما تجمعت العجين. كنضيف ليها الزيتون. مكنبغيوش نعجنوه من الاول باش ما يطلقش الكحوله ديالو، كنعجنوه حتى الاخر. هو البصله باش نبقى محافظه على البصله على الجهد ديالها. كن كنضيف معلقه ديال الزبده، ضروري خصها تكون بحراره المطبخ. ولا لاحظتوا على العجين ما تكونش قاصحه، كتكون مطاطيه، كتكون مرخوفه. ضروري الزبده خصها تكون بحراره المطبخ باش كتجي سهله في العجن ديالها وفي الاندماج ديالها في العجين. من بعد ما خليت هاد الدور واحد جوج دورات ثلاثه، ما خليتهاش بزاف، كيكون هذا هو الشكل ديالها على هاد الشكل هذا. ما كتكونش قاصحه، كتكون مطاطيه، كتكون كتلصق بحال الشكل ديال القراشل، بحال الكروس، بحال هكا، كتكون خفيفه. السي ديال هاد العجين هذا خصها الاختمار.
خصنا نخليوها هنا تختمر حتى الساعات المكانه ممكن تختمر. كتختمر هنا 2 على 2 مرات. هذيك الساعه كندير فيها 2 مرات. دابا غنخليها من بعد ما تضاعف الحجم ديالها كيكون هو هذا الشكل هذا. دابا غنخويها من الهواء ونخليها باش تخمر المره الثانيه. من بعد ما تضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا خليتها. انا خدات لي نصف ساعه في نصف ساعه، خليتها تضاعف الحجم ديالها وخمات مزيان. لاحظتوا كي كانت كتلصق باليدين. من بعد ما كتخمر الخمه الاولى والخمه الثانيه كيولي القوام ديالها زوين. كلها الا لاحظتوا خمها مزيان. هذيك منبله كيقولوا منبله. لاحظتوا الفقاعات ديال الخميره هنا ممكن تحطوها فوق سطح العمل. ديروا الدقيق وتحطوها فوق سطح العمل وتقسموها. انا هنا محتاجه انني ندير خبيزات صغار حيت عنديها في الكوتي. نتوما ممكن تقسموها على، انا هنا درت 30 خبيزه صغيره. ممكن نتوما ديروا غير 15 خبزه هكا الا بغيتو ديروهم كبار. تحطوهم هكا فوق سطح العمل بالدقيق وتقسموهم يجيكم ساهلين. انا بغيت نخدمها على هذا الشكل هذا. ديت في يدي شويه ديال الزيت وبقيت كنشكلها على هذا الشكل هذا. غنبقى مصممه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله دوزت الاول صينيه ديتها في الاول هي اللي كنبدا نكرجسها. ضروري كندق عليها شويه. ممكن اذا بغيتو تخليوها باش تجيكم طالعه بزاف، انا كنفضل ندق عليها نقهصها شويه باش ملي تنفخ ما تجيش عليا بزاف، حيت هي عاد تنفخ عاوتاني. هنا غادي نخليها تخمر. ضروري خصها تخمر. هنا ما تخمرش بزاف حيت حنا خماناها مع الاولى ومع الثانيه. هنا كناخذ واحد السكين كنفلحها كندير لي هاد الاشكال هادو. نتوما كيبقى لكم الاختيار تشكلوها كيف ما بغيتو. الافضل ان يكون السكين يكون حاد السكين. وكناخذ هنا واحد المعلقه ديال المايزينا. ممكن تعوضوها بالدقيق. انا الدقيق ما لقيتوش ما بقاليش. ديس واحد المعلقه ديال المايزينا كتغبروا هكا. الا كنتو ديروا الدقيق خصكم الدقيق ديروا غير شويه ما تكتوش الدقيق. كنديروا هكا واحد عشات خفيفه. من الافضل الغربه اللي يكون رقيق هو اللي كيعطينا الديكور كيكون حسن. هنا خليتها تخمر الخبيزه على هذا الشكل هذا. ومن بعد ما خمات ديت الفران كيسخون ديت فيه واحد 2 لتر ديال الماء ديتو طايب وحشيتهم في وسط الفران. وعاد دخلت لاطات ديالي يطيبوا. من بعد ما كيطيبوا على نار 180 درجه النار كتغون غير من التحت. كنخليهم يطيبوا مزيان من التحت وكنهبطهم من بعد ولا كنشعل عليهم من الفوق. وهذوك الزليفات هما اللي كيعطيونا القرمشه. كيعطيونا واحد القرمشه زوينه حيت ديك الماء كيتبخر وكيعطيونا ديك القرمشه. تمنيت لو كنتو تسمعوا هاد القرمشه. انا كنقطعها باش تسمعوا. بقى سخونه كنقطعها لكم باش تسمعوها. ساعه ما عرفتش نخلي الصوت ديال القرمشه. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الخبيزه ديالنا بالزيتون من السمين. تاكلوهم غير هكاك بوحدهم دوزهم غائتين كيجيو رائعين كيجيو زوينين بزاف. نقدموهم للفطور الكوتي فما